يا لي إذا ما نلقاولهاش حلول، احنا عندنا الحل، عندنا البديل. البديل بالنسبة لنا هو أولا التكوين في الوساطة، لا فورماسيون على ميدياسيون. مي راك في الأساسة ماهوش مجبر عليكم باش تتحبوا، ولكن باش تشتغلوا بعضكم بعض. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de travailler ensemble. ولكن السيدة يعني من النقابات لحد الان نلاحظوا الا المطالب اجتماعيه مهنيه، مطالب ربما تدخل في اطار اخر غير الاطار المهني، ولكن لحد الان لم نشاهد يعني المطالب الان في تحسين نوعيه الاداء. يعني مع انطلاق برنامج عمل الحكومه وكنا تابعنا انه الوزير الاول يعني تعهد يعني بتلبيه المطالب الاجتماعيه ايضا، ولكن تعهد بالمردوديه في المنظومه التربويه. ما نلاحظه السيد الوزير يعني على غير الاضرابات، بعض الثانويات بالجزائر العاصمه تعاني ليس من الاضراب ولكن من يعني اساتذه يعني اكفاء. في ثانويه لن اسميها، التلاميذ طالبوا برحيل استاذ الرياضيات لانه لم يكن في المستوى. يعني دونك تاكدي حتى التلاميذ يرحل. دونك راه كاين اجماع في هذا الميدان، بالك غادي نرحلوا كاع كيما رحنا. لا هي باش ما نتهموش، كاين النقص وانا تكلمت عليه، نقص فاضح في التكوين. ولما ناخذ المثال تاع السنوات التاليه وين كان خرجوا يعني عازف للتقاعد مسبق، نزيف une sortie très importante تاع لي زونسينيون خاصه الاساتذه. ولما تشوفي المدارس العليا للاساتذه الانتاج تاعو ما بين 5000 6000 والاحتياج على القطاع 100000 100,000. فوالا الو يعني حتى هما يحملوا الوزاره هذه المسؤوليه. الو انا جيم بيان هما يقابلوك ويقولوا لك ما يكون توظيف مباشر، وانا نجاوبهم اعطوني الحلول. هل كانت عندنا القدره كوزاره الوطنيه باش نعرفوا شكون راه حاب يخرج في تقاعد بدون سون كونديسيون داج او مسبق؟ الان نقدروا نعملوه كي بدلوا القوانين من القانون اللي كان موجود، وين الاستاذ على حسب الرغبه تاعو يقدر يعني يخرج للتقاعد. دونك احنا اللي تكلمنا عليه في هذا الميدان لازم وبديناها هاد السنه. للاسف هاد السنه وهما عارفين هل يمكن بعض وحدين تسمين برفع المستوى ديال المدرسه الجزائريه. راه عندنا الحلول، عندنا كل التقييمات اللي تم على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، والحل الوحيد وهو التكوين. وإحنا ما قعدناش فقط في حل التكوين، راه عندنا مضمان التكوين، المحتوى تاع هذا التكوين اليوم راه عندنا. والتالي وهو الملتقى الندوه الوطنيه اللي درناها في غردايه، واللي من خلال النتائج اللي مدت لنا ان التلاميذ يعرفوا يقراوا بسرعه، ولكن عندهم نقص كبير في الفهم وفي التحليل في التقييم في هذه الاشكاليه. نو زافون دي سوليوشن. وفي غردايه قعدوا مفتشين اساتذه وخبراء جامعيين قعدوا 3 ايام، وراه عندنا المرجعيه اللي المفتشين غادي يعتمدوا عليها باش يقوموا بالعمليه التكوين. دونك نو سولمون nous avons des alternatives en matière donc de méthodologie et en matière de contenu. donc هذا ديناها في هذا الدخول المدرسي. واش قلنا؟ حتى عمليه التكوين نوسعوها حتى الحاجب،
بما ان ان غارديان حاجب في مدرسه ابتدائيه ماهوش كي واحد يكون حاجب في مؤسسه اقتصاديه. دونك حتى هو يحتاج المرافقه ويحتاج التكوين. وللاسف يمكن هذا الضجيج مرتبط باستراتيجيه اللي وزاره التربيه حبت تحققها في الميدان. والجزائريين عندهم كل الامكانيات، اولا ذهنيه، عندنا الامكانيات على المستوى المادي، وعندنا كذلك اساتذه اللي عندهم رغبه قويه في التكوين. لهذا هذه السنه الدخول المدرسي في 2018 غادي يكون عندنا 28 معهد وطني للتكوين. بدنا 11 صافي با تري لونطون. دونك هدفي ان في كل ولايه نرجعوا المعهد للتكوين الموظفين، وهذا يدخل في شرط ضروري باش نحقق المهمه تاع القطاع، وهي مهمه مرفق عمومي. والمرفق العمومي لازم الموظفين يقوموا بتحيين مستمر للمعرفه وللوسائل البيداغوجيه اللي نتعلمها. صوفيا رمضاني. نعم معالي الوزيرة، لو نعود ربما لحيثيات الإضراب، هل ترى الوزارة بأن الإضراب المفتوح غير مشروع وبالتالي عدم النظر في هذه المطالب؟ هل يمكن تحديد ما هي المطالب ربما المشروعة التي يمكن النظر فيها والتحول فيها، والمطالب التي هي ربما مرفوضة؟ هي اثنين. لما بغي ندير إشعار لهذه النقابة، المطلب الأول هو التحقيق لي بروسيدير، تحقيق المحاضر اللي مع مدراء التربيه في بدايه وفي بليده فقط، هادو زوج. والمطلب الثاني هو عدم الخصم، c'est-à-dire نعملوا اضراب، نخلصوا، نشوشوا، نديروا المجتمع في قلق ونخلصوا. القانون خصم في هذا الميدان. القانون المقابل للعمل وهو المال، واللي ما عملش ما يخلص. نظن باللي هذه الان معروفه لكل واحد. فيما خص النقطه الاولى اللي هي المحاضر، وانا تكلمت عليها. المحضر على المستوى المركزي احنا خرجناه في لو سيت ويب، وكل واحد منكم ينجم يقرا في اللغتين في اللغتين. وكاين بعض الاشياء هذه المحاضر اللي هي غير مقبوله للتطبيق. تكلمتكم على الحركه المفتوحه، تكلمتكم على الغاء اكسترا ارحل المدراء او ارحل رؤساء المصالح، هذه غير ممكن للتطبيق. دونك هذا يبين كيفاش هذه النقابه انطلاقا من زوج ولايات اخذت المسؤوليه باش توسع الانشغال اللي كان مطروح في هذه الولايتين. وفي هذه الولايتين الابواب مفتوحه كلها عند المدير التربيه. هي كاين اسباب مخفيه ماشي ليا باش نتكلم عليكم، راه كاين صحفيين اليوم يديروا تحقيقات او يعملوا الاستبيان باش يعرفوا بدقه ما وراء او موجودين نروحوا تسقسيو في بليده يعطيكم الاسباب يعني بدقه، وتروحي في بدايه قال كذلك نرفضوا. والان علاش نخصص اجراءات العزل؟ احنا فعلا قررتم سيد الوزير بدينا ضاويه زيتون. شكرا. بالنسبه لهذه الولايات التي تعيش الاضرابات معالي الوزيره، كيف سيكون تعويض الدروس؟ هل باعداد برنامج خاص بتعويض الدروس ام بتكثيفها؟ وهنا اين هي مصلحه التلميذ بالتكثيف؟ شكرا. في العطله الربيعيه يعني الكثير من الان يتسالوا عن مسار العطله. وهنا سامحيني معالي الوزيره، وهنا بعض الاساتذه تاع كناتيس في تيزيبوزو مثلا قالوا بان
طريق مديرة التربية في ولاية سيدي بوزو طالبت بتكثيف الدروس تفاديا لدفع الأجور المخصومة للأساتذة في الإدراك. لا، اللي ما يخدمش في الوقت ما يخلصش وصيه. وعملية التعويض هي راجعة إلى مسألة الأخلاق. ما تروح في مهنة كما أستاذ ومن سعنا اللي يضلوا يدفعوها أمام هذه المهنة فقط أن اللي راه أمامه راه عنده تلاميذ اللي لازم يحضروا في المستقبل تاعهم. المسؤولية في هذا الشيء كيكونوا داخل القسم ما كاين ناس اللي غتراقب. دونك هذا راه أمام مسؤوليته وأمام النزاهة تاعو أمام هاد التلاميذ اللي راهم محتاجين باش يكون تنفيذ البرامج وما كاينش اللي يعكسك داخل القسم. دونك سي بور سا كو فيما خص التعويض نجم نقول لك باللي هو الانشغال المركزي والاساسي وهو التعويض الدروس. هذا اللي ادى بالنسبه لنا يعني تجنيد لهيئه التفتيش في كل ولايه. وكذلك الشيء اللي راح نقوم به باستخلاص يدخل في هذا الاصل. تروزيامون عندنا ديوان الوطني للتعليم عن بعد اللي راه يمد يعني بعض السهوله وظروف للتلاميذ سنه ثالثه ثانوي يقدروا يتبعوا كذلك كل الموارد اللي هي موجوده على المستوى الموقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. والشيء اللي نقولوا باللي اللي راحنا عايشينه اليوم ماهوش غريب، عشتوه ديجا في السنوات الماضيه. وهذه نفس هذه النقابه حابه تكرر وضعيه اللي كانت موجوده في ذاك الوقت، ولكن الوقت اللي كان موجود في 2000 ماهوش يعني الظرف في 2018. 2018 راه عندكم وزاره التربيه الوطنيه واقفه على شغلها، وعندنا الطريقه اللي استعملناها من 2014 حتى اليوم مع كل النقابات اللي دائما ما نكونش الابواب مفتوحه، دائما elles ont été ouvertes et restent ouvertes. ماشي غادي تنفتح من جديد كما راهم يقولوا، هي مفتوحه وما زالها تكون مفتوحه. ولكن انا نظن باللي خص المجتمع وبعض المضربين. نبدا بالمضربين الان، وانا نتكلم معاهم ونقول اختاريتوا هذه المهنه. هذه المهنه عندها شروطها ولازم كلنا نحترموا هاد الشروط. واذا غير محتاجين لا ريزيلياسيون راها موجوده، والولايات الاخرين بدينا سكون ابل لي ميزون دو مور. يمكن الناس ماهيش محتاجه المدخول متعوضون بالمستخلفين سيد الوزيره، وربما نعوضوا عندنا شوف نعوضوهم. راه عندنا ارضيه رقميه اللي نجحوا فيها، باسكو انا سمعت في بعض القناه يقول لك اللي خسروا فوق اللي نجحوا وما زالوا ينتظروا في الاحتياطي، يعني في القائمه الاحتياطيه موجوده، ونرافقوهم مع المفتشين ومع العدد كبير من الاساتذه اللي ما راهمش في اضراب. وانا متاسفه كثير، انا شفت قبيلات واحد الشريط يعني ماشي نحسوا واحد كيسمع داك الشريط ويسمع التلاميذ بنفس الطريقه. اليوم يعني راهم يسون تران دو ديباسي لي ليميت. وصلنا دركا لا مانيبيولاسيون ديال التلاميذ باش يردوهم ضد المستخلفين، باسكو كي تكون ضد المستخلفين معناتها فشل ما بين الوسائل اللي راهم عندنا باش
يعني الحكومة الآن تعد ومنذ البداية بتحسين ظروف الدراسة وتوفير شروط السير الحسن للامتحانات وتحضير السنة المقبلة، يعني الموسم القادم. ما هي عدة وزارة التربية الوطنية بهذه المواعيد، وهل تنجح في اجتناب ما حصل في بكالوريا التحضير في هذا الامتحان الوطني يبدا لما نكملوا اللي كان في جوان وجويي 2017. بدينا التحضير خاصه الامتحانات الوطنيه والبكالوريا بصفه خاصه. كل الشروط اللي لازم باش هذا الامتحان يفوز بجديه اخذناها مع كل الجماعه التربويه في هذا الميدان، حتى فيما خص تحسين ظروف المعيشه. اذا نقول نمشي قدره شرائيه لي كونديسيون ديبرجمون تاع المفتشين. راكم تعرفوا بلي يقعدوا اكثر من شهر في الناس. دونك حسنا هذه الظروف، وكذلك فيما خص لإعادة المواضيع تم عملية التكوينية اللي بدات في سبتمبر، واليوم رحنا في المرحلة التالية في ما خص تحضير هذه الامتحانات. وكل على يقين أن الحكومة يعني بكلها راها هيئة ومجندة لنجاح هذه الامتحانات. السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وهذه الإثراء في حقيقة ما يحدث في المنظومة التربوية. شكرا لزملائي الذين رافقوني في إثراء النقاش. كلمة أخيرة سيدة الوزيرة. أنا كلمة أخيرة حبيت نوجهها قبل كل شيء على المجتمع. نعم، كفاية باش نحسوا نفسنا ضحية لوضعية. كيفاش من ضحية نصبح اليوم فاعل حقيقي داخل المجتمع. وانا نشكر كثير الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأولياء والجمعية الوطنية للأولياء لأول مرة دخلوا بقوة في أولا في تحسيس بعض الأساتذة باش ما يدخلوش في الإضراب على المستوى بليده. وهذا دور المجتمع ككل. في الختام تقبلوا تحيات الأسرة الفنية فتح في الهندسة الصوتية